ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض كده صينيه كيكه بصوص الشوكولاته، جميله جدا جدا. وزي ما انتوا كده شايفين السوا بتاعها مظبوط وكل حاجه. وده كده صوص الشوكولاته بتاعنا. بص انا بوريكم هو قد ايه كده متماسك. بصراحه كده كان عيد ميلاد ابني وقال لي يا ماما انا عايزك تجيبي لي كده دستة جاتوه بمناسبه عيد ميلادي. قلت له انا هعمل لك صينيه كيكه بالشوكولاته هتبقى احسن من الجاتوه. انتوا عارفين طبعا ان الجاتوه دلوقتي غالي جدا، فانا قمت عملت له كده صينيه كيكه بالشوكولاته. حاجه كده اقتصاديه، وفرحته وفرح بها جدا. شايفين بقى لمعه الصوص بتاعتنا جميله ازاي، وهتبقى مقاديرنا سهله وبسيطه. انا كده كنت بوريها لكم بعد ما خرجناها من الفرن وسبناها هديت شويه كده حوالي 10 دقايق. نزلنا عليها بالصوص الشوكولاته بتاعنا الجامد اللي احنا عملناه ده. هنعمل صوص الشوكولاته كده اقتصادي وجميل جدا، ان شاء الله هيعجبكم. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا اكتبوا لي كده في الكومنتات ايه رايكم في الكيكه الجميله بتاعتنا ديت. وعاوزاكم بقى تكتبوا كلمه حلوه كده لابني بمناسبه عيد ميلاده. هقطعها بقى كده معاكم وهوريكم قد ايه القوام بتاعها جميل وشكلها ولونها وقد ايه ان الكيكه بتاعتنا هشه كده وجميله من جوه. تقدروا بقى كده يا حبيب قلبي قبل ما تقطعوها تقدروا تزينوها باي حاجه، بشوكولاته فورماسيه، اي نوع شوكولاته حابه انك تزوقيها بيه. بس انا بصراحه سبتها كده وقلت ايه هنزوق. اللي حابب يحط على الحته بتاعته اللي هياخدها يعني يزوق براحته، لان في يعني عندي ناس بتاكلها ساده. شايفين بقى لون الشوكولاته جميل ازاي؟ شايفين الشكل والقوام جميل ازاي؟ بصوا كده الشوكولاته من جوه، الكيكه من جوه هشه وجميله ازاي. شايفين الجمال؟ انا بحاول اقربها لكم اهو. دي كده شوكولاته احنا زيناها كده بشوكولاته من ديت وشوكولاته شيبس من التانية. اي نوع بقى شوكولاته انك حابه تجيبيه تقدري انك تجيبيه عادي خالص. شايفين الجمال؟ حاجة كده جميلة جدا جدا ومقاديرنا سهلة وبسيطة. يلا بقى نخش على المقادير بتاعتنا. معانا كوبايتين لبن، دي كده اول كوباية. احنا معانا كده لبن حليب يا حبايب قلبي. ننزل بكوبايتين لبن، كوبايتين سكر، سكر ابيض كده وناعم. دي الكوباية التانية اهي. احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة عشان هنعمل صوص الشوكولاتة الاول وبعد كده بقى ايه هنكمل الكيكة. معانا 3 معالق كاكاو خام، ده كاكاو خام يا حبايبي غير محلى. هننزل كده ب3 معالق، ال3 معالق دولت هيظبطوا لك القوام بتاع الشوكولاته. حط كده المعلقه التالتة معاكم. دول كده كانوا ب6 جنيه كاكاو خام، طلعوا 3 معالق. هقلب بس كده الاول عشان نضربه مع بعضنا. هننزل بس الكاكاو كده تحت وبعد كده هنضرب الخليط معانا لحد ما السكر يدوب تماما ونتأكد ان السكر داب. اهم حاجة تتأكدوا كده ان السكر داب معاكم. ومعانا مج زيت. هننزل بقى كده على القوام بتاعنا سرسوب خفيف والخلاط شغال. لازم تنزلي سرسوب خفيف كده واحدة واحدة علشان تحصلي على القوام. انا مقربه لكم الكاميرا كده على قد ما اقدر علشان تشوفوا. شايفين بقى عملنا كده صوص الشوكولاته. هو الزيت بقى اللي بيخلي القوام يتقل كده. تقدري انك تنزلي كوبايتين اللبن وكوبايتين السكر والزيت وبعد كده بتنزلي بالكاكاو او تنزلي بالكاكاو زي ما انا ما نزلت. وبعد كده بننزل بالزيت لحد ما بناخد القوام ده. وهنشيل بقى كوبايه من صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه ده. شايفين بقى؟ شايفين اللمعه بتاعته؟ بنفس المج هنملاه وهنشيله كده على جنب. وبعد كده بقى معانا بطين.
معانا 2 بيضة، ومعانا 2 كيس فانيليا. لو البيض صغير هيبقى 3 بيضات، لو كبير هيبقوا بيضتين 2 بس. وهننزل عليهم بكيس فانيليا، بكيسين 2 فانيليا، كل بيضة لها كيس فانيليا. هننزل بكيسين 2 فانيليا عشان ريحة الزفارة. وهننزل بقى بالمكون السحري بتاعنا ده الاساسي معانا في كل كيكة، وهي معلقة الخل. معلقة الخل دي يا حبايب قلبي بتشيلك زفارة البيض، وبتخليلك كده الكيكة بتاعتك هشة وجميلة جدا، وبتظبط القوام، بتعدل كل حاجة في الكيكة. معلقة واحدة بس كده من بتاعة الاكل. بعد كده بقى هننزل بالبيضتين دولت على الخليط اللي احنا عملناه، وهنضربهم جامد لحد ما البيض يتمزج مع الخليط كله. كده نزلنا بالبيضتين والفانيليا ومعلقة الخل على الصوص اللي شلنا منه كوباية. نمشي معاكم واحدة واحدة اهو، علشان هنعمل احلى صينية كيكة بالشوكولاتة. هنضرب بقى القوام كله كده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بقى هننزل بقى في البولة بتاعتنا بالصوص اللي احنا عملناه ده. كده قوام الكيك الخليط اللي احنا عملناه شايفين. طبعا هو كان تقيل، البيض اللي خلاه خفيف كده. بعد كده بقى معانا المضرب السلك، وهننزل بقى بالدقيق. هياخد كده معانا حوالي 3 كوبايات. هننزل بقى كده الاول بشوية دقيق، وبعد كده هنحط الكيس بيكنج باودر. انا بنزل بشوية دقيق كده الاول، مش بحب احط بحب احط البيكنج باودر مع الدقيق، مش بحب احطه مع الخليط. بعد كده هننزل بكيس البيكنج باودر. احنا بقى لازم ننخل الدقيق ده يا حبايبي مرتين كده ولا حاجة، علشان ندخل فيه هوا، علشان الكيكة بتاعتنا تبقى جميلة. معانا بقى المكون التاني ذرة الملح، دي برضو بتخلي الكيكة جميلة جدا. ايوه ما تستغربوش، لازم ننزل ذرة الملح دي على الكيكة، بتخلي الكيكة جميلة جدا جدا. لازم معلقة الخل وذرة الملح ما تستغنوش عنها في الكيكة خالص. انا كده حوالي نزلت بحوالي 2.5 كوباية من الدقيق الاول، وهقلب كده وهشوف المقدار بتاعي عاوز دقيق تاني ولا لا. معانا بقى المضرب كده، انا كنت حاطه الطبق ده جنبي بحط فيه المضرب علشان ما ينزلش في قلب الكيكه بتاعتي. هنقلب بقى كده على اتجاه واحد، مش هنمشي بالمضرب شمال ويمين، احنا هنقلب كله كده في اتجاه واحد علشان ندخل هوا في الكيكه وتبقى جميله كده يا حبايبي. لو عملت بالمضرب شمال ويمين الكيكه بتاعتك هتطلع مكتومه، مش هتطلع هشه، لان انت لما بتضربيها شمال ويمين بتفرغي الهواء منها، انما لما بيبقى على اتجاه واحد مش بتفرغي الهواء منها. كده بقى نزلت ببقيت كمية الدقيق. انا لقيت كده محتاجة شوية الدقيق دول، نزلت بيهم. يبقى كده خدت معانا حوالي 3 كوبايات دقيق. وطبعا بيختلف من الكوباية بتاعتك، من معيار الكوباية بتاعتك، ومن دقيق لدقيق يا حبايبي. انتوا طبعا عارفين قوام الكيكه، انا هوريلكوا دلوقتي. كيكه الشوكولاته بتبقى تقيله شويه عن الكيكه العاديه، يعني بيبقى السمك بتاعها تقيل سنه، مش تقيل قوي يعني عن الكيكه العاديه. ده بقى كده القوام بتاعنا، شايفين لونه وجماله. ده كده بقى القوام بتاعنا يا حبايبي. معانا بقى كده صينيه، دي اكبر صينيه في الصواني المطاوله بتاعه الطقم بتاعتنا. طبعا كلنا عندنا الصواني ديت، دي اكبر واحده فيهم. انا كده بقى في الوقت ده انا كنت مولعه الفرن على درجه حراره 180. قبل ما اعجن الكيكه لازم تدخليها الفرن، والفرن بتاعك يكون سخن، مش تكوني لسه مولعاه. شايفين بقى القوام بتاعنا، شايفين قوام الكيكه عامل ازاي، شايفين اللون. المفروض بقى ايه اللقطه دي كده تحطوا لايك فيها كده. يلا يا حبايبي اعملوا لايك، والله ما تخسري حاجه، انت هتدوسي على زر اللايك كده بس هترفعي الفيديو.
ده كده بقى شكل الكيكه، خبطناها خبطتين كده، لازم تخبطيها خبطتين. وهتدخلها الفرن. قعدت معايا 45 دقيقه وطلعت بالجمال ده. بصوا انا بختبرها كده بالخله. بصوا بقى، في هنا ناس بتخرم كده الكيكه وتنزل بقى بكوبايه لبن. لو انت حابه اعمليها. انا بصراحه مش بحب ان انا احط عليها لبن تاني. انا بنزل بصوص الشوكولاته كده على طول. تقدري انك تنزلي عليها كده بتسقسقها بشويه لبن الاول. بس بصراحه كده جميله جدا برضو. نزلنا بقى بكوبايه الصوص بتاعه الشوكولاته كلها. شايفين الجمال؟ احنا بنعمل عزمه. انا كده بسوي الصوص كله. بعد كده بقى هقطع معاكم الكيكه تقطيعه الجاتو بالظبط زي ما قلت لكم في اول الفيديو. طبعا انا شرحت لكم الحته دي في اول الفيديو. بتمنى بقى كده يا حبايب قلبي الدعم بتاعكم والتعليق الجميل. واللي وصل معايا لحد هنا وما عمليش اشتراك في القناه يعمل لي اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد فضلا من حضراتكم وليس امر. بتمنى كده تدعموني في قناتي. بتمنى القناه تكبر بيكم. شايفين احنا هنا بقى كده بنقطعها بسكينه رفيعه وتكون السكينه حاميه. وده بقى ايه كده الشكل النهائي بتاعنا. يا رب يكون عجبكم ويا رب تبقى مقاديرنا كده سهله وبسيطه. انا سايبه التزيين بقى ده كده ليكي ولذوقك زي ما انت حابه. تقدري انك تاكليها كده من غير اي حاجه. كانت جميله جدا جدا، ما كانتش عايزه اي اضافات تاني بصراحه.